السلام عليكم، صلوا على الحبيب كده وحطوا لي اللايك الحلو اللي زيكم ده كده، وتعالوا نشوف هنعمله الحواوشي ده ازاي. ليه تشتريه وبمية ودقيق هتعمليه؟ هنعمل الحواوشي الاسكندراني على اصوله. تمام، هنعمل معاكم العجينة بتاعته، هنعمل معاكم الحشوة الجميلة معاكم زي ما انتم ما شايفين كده. وعاملين معاه مخلل وطحينة، والمخلل ده اللي انا خللته معاكم بسم الله ما شاء الله جميل. والليمون اتخزن لمدة اسبوع بس، وبناكل منه زي ما انتم ما شايفين بالطعامة والجمال اللي انتم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله على الحواوشي. عاملين له العجينة بتاعته طلعت معانا ممتازة، ولو أول مرة هتعمليها تطلع معاك الطريقة ناجحة من أول مرة. أهم حاجة بس كده صلوا على الحبيب. زي ما انتم ما شايفين بسم الله ما شاء الله، من حتة لحمة مفرومة أقل من نص كيلو عملنا الكمية دي ما شاء الله توكل معاكي كذا فرد. تمام، أول حاجة هنا معانا كيلو دقيق منخول كويس جدا، ورشة ملح بس زي ما انتم ما شايفين كده، وهنقلبه كويس جدا زي ما متفقين. معيار كيلو الدقيق 7 أكواب دقيق. تمام، هننزل بالمية كده بالتدريج زي ما انتم ما شايفين كده. هنقلبه كويس جدا ونشربه من المية. وقبل ما نعجن العجينة هنسيبها ترتاح بس لمدة دقيقتين، وهنعجنها كويس جدا. وهنا نزلنا بمعلقتين زيت، وهنعجنها تاني بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله، لحد ما العجينة يروح ملمسها ناعم وبالشكل ده كده معاكم. طبعا هنقطعها قطع صغيرة كده على قد رغيف الحواوشي اللي انت هتعمليه. احنا كده مش هنسيبها ترتاح، هنقطعها كور وهنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق بس، وبعد كده هنشتغل فيها على طول زي ما انتم ما شايفين كده. هنا بقى جينا معانا للحشوة. معانا بصلتين كبار، ومعانا قرن فلفل الوان، وقرنين من الفلفل الحار، وفصين من الثوم. تمام، ولو عندك فلفل احمر رومي او الوان يصح، بس ولكن كان عندي اللي هو الاصفر ده عادي مش مشكلة، اي فلفل حطيه. اللي عندي وموجود بعمله، مش شرط يكون احمر، اي حاجة مش مشكلة. هنضربهم في الكبة كويس جدا، وبعد كده هنصفي المية دي علشان ما تبوظش معانا العجينة، والعجينة بقى تبقى معانا مظبوطة كده. معانا هنا اللي بتظبط الظبط معانا زي ما بيقولوا اللي هي ضاني، او ممكن لحمه بدا لو عندك، وتفرمها في الكبه. تمام، نزلنا معانا باللحمه وبالخلطه اللي احنا عاملينها، البصل والفلفل والثوم، وبطاطسيه مبشوره كويس جدا، وبالليه الضاني، ونزلنا بمعلقه كبيره من البابريكا، كزبره، كمون، فلفل اسود، معلقه قرفه، وجوز الطيب. وجوز الطيب دي بتخلي الحواوشي في حتة تانية زي ما انتم ما شايفين. وفي البصلاية البطاطسية المهروسة دي بجد بتكتر معنا الكمية، وبتدي طعم كده رهيب وحاجة حلوة في الحواوشي. تمام، عشان ما حدش يستغرب منها. بس طبعا بنكورها كور كده على قد رغيف الحواوشي، عشان يبقى معانا ما تبقاش حتة فاضية وحتة مليانة، يبقى كله سوا بعضيه زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده كده. وهنا بعد ما سيبنا العجينة ارتاحت لمدة 10 دقايق، هنجيب كده البرانشة دي وهندهنها زيت عشان العجينة ما تلزقش مننا، وهنحط بيها، هننزل بالكور كده ونفردها، ونحط فيها اللحمة. اهم حاجة خطوة الزيت دي عشان العجينة ما تلزقش مننا. هنحط اللحمة فيها ونقفلها كويس جدا، وهنولع بقى على الطاسة عشان تسخن معانا كويس جدا. اهم حاجة نسيبها لمدة دقيقتين على النار لحد ما تسخن معانا. تمام، هنكورها كده ونسيبها برضو، او زي ما انتم ما شايفين العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة عشان سيبناها ارتاحت 10 دقايق ما شاء الله. ولكن اسهل من العيش لو ما عندكيش عيش، وبدل ما تشتريه من بره عادي بشوية دقيق ومية وهتعمليه. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده بنقفله كويس جدا عشان الخلطة ما تسحبش من تحت وتبهدل الدنيا معانا.
بجد طريقة سهلة وتغيير في الأكل وحاجة سهلة وبسيطة ولذيذة. هنا بقى معانا حاطين طاستين عشان تنجز معانا الوقت، لأن معانا الكمية ما شاء الله كبيرة. حطينا معلقة كبيرة من الزبدة وهنسيبها نقلبها شوية كده وشوية كده علشان تطلع معانا بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. بسم الله ما شاء الله. وكان معانا أحلى حواوشي.